السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بتكونوا بخير وبصحة جيدة. كل عام وانتم بخير. اليوم معايا ضيفة، معايا ميرا. مرحبا، كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان. اليوم يا جماعة بدنا نزين بيتي وميرا راح تساعدني بالتزيين، صح يا ميرا؟ وراح اوريكم الاشياء اللي جهزتها لتزيين البيت. يلا نجهز. بدي احكي لكم يا جماعة انه انا وميرا طلعنا جيران. خلينا نبلش بالمساند اللي جبتها. شو رايك يا ميرا؟ كثير حلو. عجبتك؟ جبت هاي المسند، جبت 4 مساند زي ما انتم شايفين. جبت 2 من هاي ومسندين من هاي. شايفين كيف؟ هذا الشكل أحلى. هذا احلى. جبت 2 من هدول. وفي المفرش، اوريكم المفرش. ايوه، بس بدي احكي لكم شغله. هذا اصلا كان مسند، تمام. انا لما رحت اشتري ما لقيتش طقم كامل، فما عجبنيش برضو اللي كان موجود. فرحت شو سويت؟ شريت المسند، شايفين نفس هذا النظام، وعملته مفرش. ان شاء الله من خلال الفيديوهات اللي راح انزلها في الايام الجايه راح انزل لكم فيديوهات تعليميه كثير. حابه تشاركيني فيها يا ميرا؟ ان شاء الله. تمام، خليني اوريكم كمان. وقف ابو كريم. خلينا يا جماعة نبلش بترتيب. ميرا هاتي الصينية هاي. هدول الأشياء جبتها من مصر السنة العام الماضي. كنت في مصر وجبت شوية أشياء لرمضان، لأنه صدفت إنه أنا لما كنت في مصر كان رمضان. وجبت خلينا بس نظبط الطاولة. هذول عن جد كثير حلو. أنت اللي حلوة. خدي زبطي هدول، زبطيهم. ايش رايك يا ميرا؟ حلوين؟ هاتي يا ميرا الجيم هاي، حطوا هنا. بس شيلي هاي. شوفوا، هذا كان مجسم عادي وانا اشتغلته زي ما انتم شايفين، برضه جبته من مصر. ايش رايك يا ميرا؟ حلو كثير. عجبك؟ حبيبتي. تمام. وعندي برضو هاي شريتها من كيرفور. ايش رايك يا ميرا؟ وفي شمعة هاي جبتها من مصر لما كنت في مصر. شوف يا ميرا. وعندنا الفانوس. ايش رايك يا ميرا؟ حلو. عجبك؟ كثير. عن جد كل الشغلات اللي جايباها حلوة ومرتبة وذوقك حلو. يا عمي انت اللي ذوقك حلو، انت اللي عسولة. هذا الفانوس نحطه هين يا ميرا ولا كيف؟ مكانه مناسب؟ شايفة انت مكانه مناسب؟ وضل هين نعلقها هين لانه ملهاش تعليقة، فنفتح الأمان تاع البيت. وفي برضو انا علقت هدول على الباب. شبكة الإنارة اللي انتم شايفينها بدنا نعلقها هنا على الشباك إن شاء الله، بس هنطلب مساعدة حسن أخوي يعلقها. إيش رأيك يا ميرا؟ هي على فكرة أحلى إشي. أحلى إشي صح؟ هي اللي معطيانا هيك أجواء رمضان، يعني الإضاءات حلوة في البيت. الإضاءات هي بتدي أجواء رمضان كلها. حبيبتي. وبدي أعرفكم يا جماعة على كاتي. بستي بتحب البساس؟ ميرا مش كتير في البساس، بس إنه حبت كاتي كتير. كاتي حامل ومش متحملة حدا يشيلها يا جماعة. تمام، ركبنا الإضاءة زي ما انتم شايفين، وميرا طبعا ساعدتني في تركيب الإضاءة. وكمان شغلة عملتها لزينة رمضان اللي هي الكنبة اللي انتم شايفينها. طبعا أنا عملت هذا عشان نتسحر عليها وعشان نفطر عليها. طبعا الفرش هذا أنا اللي خيطته وأنا اللي صممته. راح أوريكم إن شاء الله في الأيام الجاية، أصور لكم فيديوهات كيف تسووا.
ورسمك حلو طبعا، انا بحب الرسم كثير حبيبتي. ورح اتعلم. ان شاء الله في الايام الجايه رح اعطي ميرا دوره رسم. انا بدي احكي لكم شويه يعني عن طبيعه شغلي. انا فنانه تشكيليه اسمي ريهام العماوي، بعطي دورات رسم وبعطي دورات تطريز، وعندي صفحه اسمها بيت الفن. هاي الصفحه احنا بنشتغل مفارش اطفال تركيه، وبنصنع البقجه السحريه ام سحاب وام الحبل. عن جد شغلاتك حلوه كثير، وهي كثير حلوه. حبيبتي عينيك ان انت اللي حلوه حبيبتي يا ميرا. يا ميرا اقعدي شوفي الكنبه، احكي لي رايك. هيك القعده بتحسوها هيك اثريه، وانا بحب الاشياء الاثريه كثير يعني. وانت يا ميرا؟ عجبتني يعني حلوه. خلص ان شاء الله رح اعزمك عندي هيك يوم على الفطره في رمضان وتفطري عندي. وانا مبسوطه كثير يا جماعه انه ميرا جارتي. انا عن طريق الصدفه انا كثير عرفت. مبسوطه اني قابلتك. حبيبتي شو رايك تشيلي هاي الصينيه وتحطيها هين؟ ماشي. بتطلع احلى صح؟ ديري بالك. ايوه خليها لورا شوي عشان اقعدي. عن جد حلوه كثير، قاعده يعني حلوه. عربي اثريه. اللي بشوفها بنحكي طيب يا جماعه، طيب وحاليا يا جماعه رح نسوي جوله بشكل سريع للزينه اللي احنا ركبناها اليوم. وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وحابه تحكي لهم شيء يا ميرا؟ جالسه على التل. انا يمكن اتعلم شو؟ جالسه على التل. ايوه. يا جماعه تنسوش تعملوا اشتراك، وسلام عليكم.